قصة القنفذ والسلحفاة يا أصدقائي. كان يا مكان في واحد الغابة زوينة وعامرة بشجر. كان عايش القنفذ اللي سميتو زيزو، والسلحفاة سميتها فوفا. كانوا جيران ولكن عمرهم ما كانوا صحاب، حيتاش كل واحد فيهم كان كيشوف راسو أحسن من الآخر. القنفذ زيزو كان كيشوف راسو سريع وذكي، ودايما كيفتخر بسرعة رجليه الصغار والإبر اللي كانوا كيحميوه في الجسم ديالو. أما السلحفاة فوفا فكانت بطيئة جدا، ولكن كانت صبورة، وكانت دايما كتقول أن السرعة ما كتجيبش النجاح، ولكن الذكاء والصبر هو اللي كيربح في الآخر. واحد النهار من الأيام القنفذ زيزو شاف السلحفاة كتمشي بشوية، هو يضحك عليها، هو يقول لها وفوفا راكي بطيئة بزاف، حتى الحلزون كيجري عليك. فوفا جاوبتو بهدوء، قالت ليه السرعة ما كتهمش، المهم هو نوصل اللي بغيت. القنفذ تحداها وقال لها الا كنتي كيساب ليك ان الصبر هو اللي كيربح، علاش ما نديروش السباق؟ فوفا وافقات بسرعة على التحدي، وحددوا السباق من الشجرة الكبيرة حتى الواد اللي كاين وسط الغابة. نهار السباق تجمعوا الحيوانات باش يشوفوا شكون اللي غادي يربح. بدا السباق وزيزو جرى بسرعة كبيرة وخلى فوفا بعيدة في الطريق. شاف زيزو الشمس سخونة وقال مع راساتو فوفا باقا بعيدة، علاش ما نرتاح شوية تحت الشجرة حتى تقرب شوية ونكمل. تمدد تحت واحد الشجرة ونعاس، أما فوفا مشات بشوية 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 وبالصبر وما وقفاتش حتى قربت للواد. فجأة زيزو فاق وشاف السلحفاة قربات تفوز، جرى بكل القوة ديالو ولكن فات الفوز. فوفا وصلات الأولى وربحت السباق. هنا القنفذ تعلم أن السرعة مزيانة، ولكن الصبر والإصرار هو اللي كيخليك توصل للهدف ديالك. ومن داك النهار ولاو زيزو وفوفا صحاب، وتعلم كل واحد من الآخر. العبرة من هذه القصة يا أصدقائي أن الصبر والاجتهاد كيجيبوا النجاح، وماشي السرعة بوحدها اللي كتهم. إلا عجبتك القصة لايك وبارطاج وابوني. سلامة.